السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الجمال العسلات الأمامير اللي اختاروا مجال البرمجة. أهلا وسهلا بيك. لو أنت في تانية ثانوي فالكورس ده معمول مخصوص عشانك. لو أنت أولى أو تانية ثانوي، كورس تأسيس مش خاص بالناس بتاع الجامعات، مش خاص بالمستوى العالي، لا هو مستوى طالب تانية ثانوي، عامله مخصوص ليك وفور فري تماما على الشانل هنا إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك، منور الشانل. لو أول مرة تشوفني فأنا عمر أبو رزق، اي انستراكتور، وعندي منصة كاملة داتا ساينس. داتا ساينس اللي هو الاي اي، الماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، الان ال بي، الكلام ده كله. المهم لازم تكون عارف مين الانستراكتور بتاعك اللي هيديك الكورس علشان تعرف هل هو هيفيدك ولا لا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احنا الجامعه الوحيده اللي درست سي 50 في مصر تماما. وديفيد مالان هو اللي كان بيقول الجامعه. هوريكم برضو قطعه من الفيديو. Hello world and hello to CS50X Modern Academy in Egypt. بصراحه الكورس ده تحفه، بس مش مؤهل للناس اللي تانية ثانوي، مؤهل للناس اللي في اولى جامعه كده في الكمبيوتر ساينس عموما. المهم انا عامل لك انت الكورس ده، هجيب لك مقتطفات من سي اس 50 مع مقتطفات من هنا مع مقتطفات من هنا، وعامل لك منهج كامل او تاسيس كامل ليك انت لطالب تانية ثانوي. مش موجود على الانترنت، مش موجود على اليوتيوب، مش موجود في اي حته خالص. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو سمعت الكورس ده من اوله لاخره فصدقني صدقني صدقني هتدخل اي لغه برمجه هتفهمها. انا مش هديك اي لغات برمجه حاليا، هديك مقتطفات بس كده زي ما بقول لك، مش لغه معينه. ان شاء الله بعد ما تخلص الكورس ده البي اوف بتاعك او النتيجه اللي انت هتكون مكتسبها، ان شاء الله اي كورس برمجه هتعرف او اي لغه برمجه هتعرف ان انت تدوس فيه. هتبقى عندك الاساسيات القويه جدا ان شاء الله. هيكون منهج تاني ثانوي بالنسبه لك هيبقى حاجه تافهه يعني ان شاء الله. او اي منهج دراسي بعد كده هيكون حاجه تافهه بالنسبه لك، لان انت معاك الاساسيات. وده اللي بيفرق الشخص اللي فاهم عن الشخص اللي بيحفظ كلمتين ويخش يكتبهم في ورقه الامتحان وخلاص، في وسط وجود كل الكورسات اللي موجوده على الانترنت، واللي بالمناسبه مش مناسبه ليك انت كطالب تانية ثانوي. المناسب ليك ان شاء الله هو الكورس ده، هعمله لك فور فري تماما، ما تدفعش فلوس لحد تاسيس. ان شاء الله الكورس ده هيلم لك كل حاجه، هيلم لك مواضيع كتير قوي، هيلم لك اهم الاساسيات بالتفاصيل، هشعبل لك الدنيا يعني، هبسط لك الدنيا خالص بطريقه سهله بطريقه واضحه تماما. هنتكلم مع بعض كده كاصحاب، مش مدرس وطالب. بالعكس انا مش كده خالص، ما بحبش الطريقه دي. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طول ما انت معايا ان شاء الله هتوصل لنتيجه حلوه. وعايزك تقولي في الكومنتات اي حاجه انت حابب تتكلم عنها، او اي حاجه معطلاك او موقفاك عموما. فانا معاك، الكومنتات موجوده. عايز تكلمنا على الواتساب زي ما قلت لك هتلاقي اللينك في الديسكربشن، انا موجود. فالخلاصه وهدفنا من الفيديو ده كله او من الكورس ده كله انك تبني اساس قوي في مجال الكمبيوتر ساينس او البرمجه عموما. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله علشان اما ينزل منهج الوزاره ويتحدد ويتثبت يبقى هو ده المنهج، يبقى انت عندك اساس قوي تعرف تدوس في مجال الوزاره وانت مرتاح. مش عايزك تحفظ اي حاجه، زي ما قلت لك انت تفهم كل حاجه بدل ما تحفظ. الحفظ مش هينفع معاك. وتنويه اخير، الكورس ده مجانا تماما، مجانا تماما، اخر مره مجانا تماما على القناه الاساسيه بتاعتي مستر عمر ابو رزق. هتكون القناه دي مخصصه لطلاب الثانويه سواء اولى او تانية ثانوي في ماده البرمجه بس، والكورس هيفضل متاح لاي طالب حابب يبدا البرمجه ببلاش. ولو التزمت معايا من اول درس لاخر درس ان شاء الله هيكون معاك اساس قوي جدا بطريقه مبسطه وسهله جدا جدا جدا، وهكون مؤهل ان شاء الله انك تقفل منهج الوزاره وتجيب 100%، وهتكون اسهل 100 درجه ان شاء الله هتجيبها في حياتك كلها، ومبسوط جدا مني. بس اشوفكم الفيديو الجاي وان شاء الله خير يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.